السلام عليكم ومرحبا بكم. ان شاء الله يلقاكم الفيديو بالف صحه وبالف عافيه. من هذا المنبر حابه نقول لكم ربي يهنيني ويهنيكم، وربي يسعدني ويسعدكم، وربي يهدي ان شاء الله يا ربي اولادنا وازواجنا خاصه، ويحط الرحمه في قلوبنا وقلوب المؤمنين اللي دايرين بينا. لهنا كما راكم تشوفوا كنت في بيت الاهل تاعي، اللي ربي يحفظهم ويا ربي يخليهم لي ديما سند في حياتي، وان شاء الله يا ربي يرزقهم اعلى درجات الجنان. كان عيد ميلاد يعني نقدر نقولوا صديقة ابنتي، صديقة بنتي واختها وكل حاجة في حياتها، بيسك اختي وبنت اختي كما نقولوا احنا محسوب ما بيناتهمش بزاف. ربي يكبرها على الدين، يكبرها على الطاعة، وان شاء الله تشوفها امها في اعلى المراتب. هم المرة اللي فاتت نوعية المواضيع اللي حابين انكم تشوفوهم، قلتوا لي على البيبي جديد، البيبي تاع حديث الولاده، وش هما الاشياء اللي درتيهم وش ما درتيش. خاصه كنت حكيت لكم في السابق على دي التروه. شوفوا نقول لكم حاجه، اللي عندها فرد طفله ولا فرد طفل راهي سهله، مي كي تزيدي تولدي للمره الثانيه وربي يرزقك يكون محرومه، راح تجيك شوي صعيبه باش تنظمي لهم اموراتهم، قشهم، تربيتهم، ترضي الكبير وتحاولي تحنني على الصغير. يعني امر ماشي بالسهل، ربي يحسن عوني ويحسن عون كل وحده. ولكن الامر اللي لازم تعرفوا، كل ام لازم تربي الكبير وتعلميه وتفهميه باش كي يكبر خوه ولا اختو تجيك شويه سهله، يعني ينقص عليك التعب. لهنا كيما مريم واللي فلاش تاعها، يعني تاع 4 سنين 5 سنين، لازم تعلموهم النظافه الشخصيه. اعزكم الله واكرمكم، لازم تبدل الملابس الداخليه تاعها وتتعلم تمشط شعرها، ولو كان تمشطو برك ماشي لازم تعدلو. وكي تمارسي معاها الروتين هذا بطريقه يوميه، هي بعد تتعود عليه، فهمتوني ولا ها؟ لهنا راح ندوشها توالف، دير البارفان، توالف دير المساسك تاعها. انا بنتي عندها مشكل واحد فقط، اللي هو لي بوكل، حالفه لي زاكسيسوار نديرهم لها تنحيهم. لهنا راني حكيت لكم في موضوع التربيه، ربي الكبير باش ما تتعبيش بزاف في اللي يجي وبعده. بالنسبه للحفاضات انا ندير كام بيبي، وبعد كي يوليو يخرجوا لي ندير مورفيكس. مي نبدا لولادتي كامل، يعني مريم وهذه بديت لهم في زوج يعني وميسم، بديت لهم بكام بيبي. هنا حاطه اليوبوني بيسكي تزيتوا الشتا في الصيف، وتزيتوا الشعر تاع البيبيه بيان، يعني تزيتوا لها راسها. واش ديروا؟ ديروا البوني باش ما يضربهاش الهواء. هنا عندي صابون طرف، انا ديما يعني كان اللي يقول القلب وكان اللي يقول الطرف، نغسل لها به قشها ونغسلها هي بالذات. شوفوا لهنا بالنسبه لهذا تاع الفطريات اللي يكونوا في اللسان تاع الرضيع، باذن الله كي نروح لداري نعاود نبارطاجيه معكم ونديره لكم على بنتي وتشوفوه. والثاني تاع الالتهابات، اذا كانت البنيه تاعك ولا انا وعندي مي ما استخدمتوش خلاص، إذا كانت بنتك ولا ولدك يعاني من الالتهابات نتيجة الحفاضات، يعني قدر ما ولمتوش ولا طولتي بها، يا عندك تستخدمي اللي نعدتهولك، يا تستخدمي الدواء الأحمر، يا تستخدمي زيت الزيتون. أنا الزيت ندهن بها برك، ندهن بنتي ندير لها ماساج وندهن بها. الدواء الأحمر كي درت لها على السرة وبقى عندكم هذاك تاع الفم صح، كما نقولوا احنا استخدمته. ولهنا لاني ماشيه عندي يعني وحده توفى الاخ تاعها، وعندي يعني مناسبات وزيارات يعني عند الاقارب. واش انتي معايا؟ انتي معايا طالك بيبي، ندير لانجات، ندير حفاضات الميسم، وهذا البساطه الصغيره اللي نفرشوها باش نغير لها الحفاضات. اعزكم الله واكرمكم، اللي كنت مدايره ساشي من علي كونتي باش نرمي فيه هذيك الحفاضه. آه الله المستعان. هذا واني نحيتهم، يعني منشفة تاع الصغيرة تاعك تكون منشفة خاصة بها، يعني كي تدوشي لها ما تديريهاش بنتاعكم، لازم كل شيء تاع البيبي يكون خاص به هو فقط، فهمتوني ولا ها؟ وقشها يعني سواء الليدرات تاعها سواء قشها غسلهم بصابون الطرف. بس كان ميسم دي فوا كيما نقولوا احنا مع الاول حكمتها شويه حساسيه، وليت حبست لها كلش، مام الغسول اللي يديروه في الماشين على اساس انه تاع طفل صغير، اذا ما فاتش ولدك 5 موا 6 موا، والو صابون الطرف وصيبون. لهنا كما قلت لكم وجدت لهم الملابس تاعهم. ودائما واش نوصي كل ام، يعني راهي في قيد التجربه، راح نقول لك ديما سواء الكبيره ولا الصغيره، ديما حاولي ديري تبديله ثانيه على واحد. بيسك الكبيره قدر مثلا تاكل عند الناس تسيح على روحها، قدر اعزكم الله بيسك مازالها ماشي كبيره بزاف تتبول على روحها، قادر على سبيل المثال لاك خام برك تخمش عمرها. ليسونسيال ديما لازم تكون تبديله ثانيه عندك في هذاك في الصاك. مام الصغيره اعزك الله واكرمكم، قدر تجري كرشها صفوار، هذا الواحد ما يدريش.
وبالنسبة للبنات حاولوا دائما تحافظوا عليهم. هذا لي سيكليس قلت لكم من قبل بلي كي تلبسوا لي غوب لبناتكم حاولوا ديما تزيدوا لهم لي سيكليس باسكو ما يعرفوش يقعدوا. هذه مرحلة ثانية كيفاش نعلموا ولادنا يقعدوا، خاصة البنات ماشي كيما الاولاد وكيما قعود عادي. البنات يعني تربيتهم تكون ادق، تكون يعني هي دقيقة وشديدة بزاف. هذه هي. وهذه قندورتي اللي درتها اللي قلتوا لي واش درتي العيد، درت قندورتي هاي اللي راكم تشوفوها اللي درت بها، والقندوره اللي درتها زعما بالطبع والشان ما وجدتها ليش الخياطة لأنه كان عندها ظرف. ربي يسر لها أموراتها، راهي تفرج فيها من هذا المنبر اللي نقولها ربي يشفي الخال نتاعك يا ربي، وربي يسر لك أموراتك يا رب. لهنا اللي كنت غسلتها بقى برك نفوت عليها يعني حديدة هكا بالخف باش ترجع كيما كانت. وتوكلت على بركة الله أنا والزوج نتاعي. هاكم تشوفوا ديت لكم هكا لقطات برك باش تشوفوهم يعني تشاركوا معايا الاجواء. وربي يهنيكم. قولوا لي وين راكم راح تروحوا الصيف هذا، وين راكم بروغراميين، واش راكم بروغراميين، تحوسوا ما تحوسوش، تقعدوا في الدار مع الكليمه. انا اختكم من لو جور اللي نكره فصل الصيف. اكره فصل عندي هو فصل الصيف، واحب فصل عندي هو فصل الشتاء. الشتاء اذا لبستي كي لبستي الفورنو الحمد لله يعني. واما بنعمه ربي فحدث. وإنما الصيف صيف فيه الذبان أعزكم الله، فيه الناموس. وفيما يخص الناموس والذبان شريوا الرشاشة تاع ستار ماكس دير ب45,000. هايلة 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 تنحي الغمة. كما قلت لكم الصيف على ما جديش من السخانة تاعو، من الحشرات، من كيما أنا في المنطقة اللي راني ساكنة فيها يكون فيها الصابل. سي بوغ سا ما نحبوش. وقولوا لي نتوما تشاركوني في الرأي ولا لا كل وحدة تقول لي الفصل اللي تحبوا. اسكو راكم رايحين محوسين ولا اعطوني منطقة هكا مولفين تروحوا لها يعني بلاصة تروحوا لها وتعجبكم في الصيف، لا عاود شي يكتب ربي ان شاء الله ونروح لها انا ثاني. ما بقى لي نقول لكم غير راني نحبكم، تهلاو في رواحكم. ربي يفرج عليا ويفرج عليكم انتم ثاني، ويستر لي اموري ويستر لكم انتم ثاني اموراتكم يا رب العالمين. وما بقى لي نقول لكم اترككم في رعاية الله تعالى وحفظه في امان الله.